هذه مخيمات اللاجئين الموجودة في بروكسل. طبعا هذه المخيمات هي أغلبيتها موجود بها عراقيين وسوريين، لكن نسبة العراقيين أيضا نسبة كلش قوية. هذه يوميا يقعد بها ترانزيت، وثالث يوم يسلم وجبات المساعدات الخاصة، الأكل والشرب، كل هاي الأمور. طبعا ما أقول لكم على الهجرة وما أحكي لكم على هجرة زينة. خلينا نلتقي بواحد من العالم. شنو رأيك بالوضع هنا؟ شلونك أستاذنا العزيز؟ شلون أخباركم؟ احنا حاليا من طريق كربلاء بغداد. تعال ارجع لي وراي. تعال خلينا نسولف. هسه تهيأ للناظر بين احنا خلينا نسولف. هسه العالم تريد تفهم حقيقة الأمر، هاي الخيم وهذا الواقع وهاي كل هاي الامور، انت شنو رايك بها؟ ايش قد صار لك من جيت؟ والله حاليا صار لي تقريبا وين يوم 11 يوم. 11 يوم. زين، هنا 11 يوم بالمخيم؟ لا الحمد لله والشكر، عندي اقرباء هنا وساكنين. لو عايش بهذا المخيم يومين ما اقبل اعيش بهاي الشيء. زين، شلون شفت الوضعيه هسه؟ والله حاله العراقيين يرثى لها، بحيث نومتهم تشوفونها بالخيم كانما شلون الدوله ضاربه زلزال او انسان يعني معرض حياته للخطر او القتل يجي يعيش بهيك الحاله يرثى لها. هاي الحاله اللي تشوفونها، الاكل على اليسار والمرافقات ما شاء الله كرفانات والعشرات واقفه عليها. تشوفون هاي الحاله، يعني هسه زين قاعدين هم هنا، بس لا مطرت الدنيا يعني يستحيل واحد ينام بهيك مكان، يستحيل سابق المستحيلات. فيا اخوان يا احبائي، انا صار 11 يوم راح اغادر، راح ارجع العراق. يعني اللي يجي وينزل ويعيش عيشه مهانه، خلي يجي هيك يعيش فاي العيشه، لا يغركم الحكي لا يغركم السوالف. انا دا احكي لكم صار 11 يوم، يعني جاي احكي من قلب الحدث، من نص المخيمات من بروكسل، ما جاي احكي من العراق. فاللي يريد ينزل واللي يضحك عليه وينغار خلي يجي يعيش هيك عيشه. ما اتوقع واحد عراقي يعيش كان عايش بمخيم او عايش بخيمه. كل جواب. انت شنو اللي خلاك تجي مثلا؟ والله غشني كلام العالم وصوروا لي اياها بصوره يعني بحيث العراق ملائكه هنا عايشين عيشه مال ملوك مال خواجات، بس بالعكس اللي شفته عكس الواقع كله. يعني ضحكوا على العالم والحمد لله هي تعتبر تجربه وشفناها. بس انا برايي الشخصي اللي يجي هنا خلي يجي هنا. عندك فد شيء كان بالعراق مثلا خاص بيك، مثلا رزق غيره مرتاح هناك كان وضعك؟ والله هو اي واحد بالعراق هسه يشتغل ابسط شغله هو يطلع قوته اليوم. يعني ماكو واحد بالعراق ما عايش عيشه يعني عزيزه وعيشه شريفه، بالعكس كلها عايشه وتشتغل ويعني سادين حياتهم اليوميه وقوتهم اليوم. اما هنا يجي يعيش يصورونك يقول لك يعطونك بالشهر 5000 يورو 4000 دا يعطون بالاسبوع ترى 7 يورو. باكيت الجداير هنا ب 5 يورو يا اخوان، ب 5 يورو. زين، شنو وظيفتك بالعراق؟ اشتغل حلاق. حلاق؟ وبعد محلك موجود شغل؟ لا بعت اقدر اعيد امجاد، اقدر ارجع من جديد، اقدر افتح لي محل، اقدر يعني مو مثل هنا الا اوراق كانت تشتغل، ما حد يقدر يشتغل ترى كله ضرائب ولا اوراق، ما حد يقدر يشتغل بالاسود. يعني بحيث يجي هنا يتبهدل. مو عبالكم العراق دوله فالته وشلون ما كان يجي يفتح محل ويشتغل. يعني احنا عايشين بداعم ترى بالعراق، بس ما تحس بيها الا تخسرها، الا تطلع وشوف هذا الوضع هنا ويجي يجرب خليه يجرب. طيب رسالتك للي اكو عالم ناويه تجي، يعني تسمع بالاخبار وتسمع بالهجره وانه الحدود مفتوحه وتوصل بسهوله، يعني انت رسالتك لبعض الناس اللي تفكر انه تجي، اللي تفكر اكو ناس تفكر تبيع بيوتها غيرها، يعني شنو رسالتك؟ انا اللي يريد جيت وجربت انت؟ جيت وجربت. بالمناطق الساخنه نقول عنده عذره وياه، عذره مشروع. مثلا اهل الرماد الموصل صحيح بلدهم يعني مناطقهم متعرضه للخطر وبها داعش، يجي خلي يشوف يجرب او ما يجي يجرب، خلي يعيش ببغداد فتره بين ما يستقر وضعه. هنا انا دا اشوف العيشه للسور مو العراق، لان بغداد ما شاء الله عايش عيشه كريمه، او المحافظات الجنوبيه ما بيها شيء، مو ساخنه ما تعتبر ساخنه. والموت بالعراق او هنا يدرككم الموت حتى لو كنتم في بروج مشيده، الموت بالعراق او هنا نفس الموت هو. فليد يجي ويشوف هاي العيشان جاي نقول لكم اياها يعني وجها عن وجه، يعني صريح من قلب العدل، ما جاي امثل او اتملق او احكي، لان انا مو اشد بها. فيا اخوان يبقى ببلده يعيش ببلده احسن ما يجي يندله هنا. هاي رساله كل شبابنا العراقيين، لا يغروكم يضحكون عليكم تجار المافيا تجار التهريب. يا اخوان لا تنغرون ولا تنخدعون، هاي الوضعيه وهاي عيشه العراق وانتم بعد تشوفونها. عندك شيء تحب تقوله ثاني؟ والله انا اشكرك استاذ كريم على هذا لقاءك وعلى طولة بالك وياي. الله يبارك فيك وممنونين من عندكم. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله الله يفتحها بوجهك ويعني ينطيك على قد نيتك بصراحه. ان شاء الله هذا اللي نقوله. ممنون منك، ممنون. الله يبارك فيك حبيبي. طبعا اخوان سمعتوا هذا كلام واحد من اللي هاجروا وتركوا العراق، الان يعني تحدث عن ما في داخله وارسل رساله لكل شخص حب انه يجي او يسال. وانا بالنسبه لي يعني اقول لكم انه رسالتي
حقيقة لكل من سأل عن الغربة ولكل من سأل أنه يجي أو لا، فهذا يعني الرد بصراحة. ما أريد أني أقول الأصدقاء أقول لهم يابا تعالوا أخاف يجون وينصدمون بالواقع، ولا أقول لهم لا تجون وهم يحبون يجون. فلذلك هي القضية متروكة أمامكم والتعليق متروك أمامكم، وأنتم يعني حرين الاختيار حقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا هنا الاكل والشرب، العالم تتقدم به. خلينا قدامكم راح تشوفون.